السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هو أحد الثمانية السابقين إلى الإسلام، وأحد العشرة المبشرين بالجنة، وأحد الستة أصحاب الشورى يوم اختيار الخليفة بعد الفاروق، وأحد النفر الذين كانوا يفتون في المدينة، ورسول الله صلوات الله وسلامه عليه حي قائم بين ظهراني المسلمين. كان اسمه في الجاهلية عبد عمرو، فلما أسلم دعاه الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن، ذلكم هو عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه. أسلم عبد الرحمن بن عوف قبل أن يدخل الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم دار الأرقم، وذلك بعد إسلام الصديق بيومين اثنين، ولقي من العذاب في سبيل الله ما لقيه المسلمون الأولون، وفر بدينه إلى الحبشة كما فر كثير منهم بدينه. ولما أذن للرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه بالهجرة إلى المدينة، كان في طليعة المهاجرين الذين هاجروا لله ورسوله. ولما أخذ الرسول صلوات الله عليه يؤاخي بين المهاجرين والأنصار، آخى بينه وبين سعد بن الربيع الأنصاري رضي الله عنه، فقال سعد لأخيه عبد الرحمن بن عوف: يا أخي، أنا أكثر أهل المدينة مالا، وعندي بستانان ولي امرأتان، فانظر أي بستاني أحب إليك حتى أخرج لك عنه، وأي امرأتي أرضى عندك حتى أطلقها لك. فقال عبد الرحمن لأخيه الأنصاري: بارك الله لك في أهلك ومالك، ولكن دلني على السوق. فجعل يتجر وطفق يشتري ويبيع ويربح ويدخر، وما هو إلا قليل حتى اجتمع لديه مهر امرأة فتزوج، وجاء إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وعليه طيب، فقال له الرسول صلوات الله عليه: مهيم يا عبد الرحمن؟ فقال: تزوجت. فقال: وما أعطيت زوجتك من المهر؟ قال: وزن نواة من ذهب. قال صلى الله عليه وسلم: أولم ولو بشاة، بارك الله لك في مالك. قال عبد الرحمن: فأقبلت الدنيا علي حتى رأيتني لو رفعت حجرا لتوقعت أن أجد تحته ذهبا أو فضة. وفي يوم بدر جاهد عبد الرحمن بن عوف في الله حق جهاده، فأرضى عدو الله عمير بن عثمان. وفي يوم أحد ثبت حين زلزلت الأقدام، وصمد حين فر المنهزمون، وخرج من المعركة وفيه 27 جرحى، بعضها عميق تدخل فيه يد الرجل. ولكن جهاد عبد الرحمن بن عوف بنفسه أصبح يعد قليلا إذا قيس بجهاده بماله. فها هو ذا رسول الله صلوات الله وسلامه عليه يريد أن يجهز سرية، فوقف في أصحابه وقال: تصدقوا فإني أريد أن أبعث بعثا. فبدر عبد الرحمن بن عوف إلى منزله وعاد مسرعا وقال: يا رسول الله، عندي 4000، 2000 منها أقرضتهما ربي، و2000 تركتهما لعيالي. فقال الرسول صلوات الله وسلامه عليه: بارك الله لك فيما أعطيت، وبارك الله لك فيما أمسكت. ولما عزم الرسول عليه الصلاة والسلام على غزوة تبوك، وهي آخر غزوة غزاها في حياته، كانت الحاجة إلى المال لا تقل عن الحاجة إلى الرجال، فجيش الروم وافر العدد كثير العدد، والعام في المدينة عام جدب، والسفر طويل، والمؤونة قليلة. عند ذلك أمر الرسول عليه الصلاة والسلام أصحابه بالنفقة في سبيل الله واحتساب ذلك عند الله، فهب المسلمون يستجيبون لدعوة النبي عليه الصلاة والسلام. وكان في طليعة المتصدقين عبد الرحمن بن عوف، فقد تصدق ب200 أوقية من الذهب. فقال عمر بن الخطاب: إني لا أرى عبد الرحمن إلا مرتكبا إثما، فما ترك لأهله شيئا. فقال الرسول عليه الصلاة والسلام: هل تركت لأهلك شيئا يا عبد الرحمن؟ فقال: نعم، تركت لهم أكثر مما أنفقت وأطيب. ومضى الجيش إلى تبوك، وهناك أكرم الله عبد الرحمن بن عوف بما لم يكرم به أحدا من المسلمين، فقد دخل وقت الصلاة ورسول الله صلوات الله عليه غائب،
فأما المسلمين عبد الرحمن بن عوف، وما كادت تتم الركعة الأولى حتى لحق رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمصلين، واقتدى بعبد الرحمن بن عوف وصلى خلفه. فهل هنالك أكرم كرامة وأفضل فضلا من أن يغدو أحد إماما لسيد الخلق وإمام الأنبياء محمد بن عبد الله؟ ولما لحق الرسول عليه الصلاة والسلام بالرفيق الأعلى، جعل عبد الرحمن بن عوف يقوم بمصالح أمهات المؤمنين، فكان ينهض بحاجاتهن، فيخرج معهن إذا خرجن، ويحج معهن إذا حججن، وينزل بهن في الأماكن التي تسرهن. وتلك منقبة من مناقب عبد الرحمن بن عوف، وثقة من أمهات المؤمنين به، يحق له أن يعتز بها ويفتخر. ولقد بلغ من بر عبد الرحمن بن عوف بالمسلمين وأمهات المؤمنين أنه باع أرضا له ب40,000 دينار، فقسمها كلها في بني زهرة وفقراء المسلمين والمهاجرين وأزواج النبي عليه الصلاة والسلام. فلما بعث إلى أم المؤمنين عائشة رضوان الله عليها بما خصها من ذلك المال، قالت: من بعث هذا المال؟ فقيل: عبد الرحمن بن عوف. فقالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحنو عليكن من بعدي إلا الصابرون. وقد استجيبت دعوة النبي عليه الصلاة والسلام، وبورك لعبد الرحمن بن عوف في ماله، فقد أخذت تجارته تنمو وتزداد، وطفقت عيره تتردد ذاهبة من المدينة أو آبية إليها، تحمل لأهلها البر والدقيق والدهن والثياب والآنية والطيب وكل ما يحتاجون إليه. وفي ذات يوم قدمت عير عبد الرحمن بن عوف على المدينة، وهي تحمل على ظهورها الميرة والمتاع وكل ما يحتاج إليه الناس. فما إن دخلت المدينة حتى رجت الأرض بها رجا، وسمع لها دوي وضجة، فقالت عائشة رضوان الله عليها: ما هذه الرجة؟ فقيل لها: عير لعبد الرحمن بن عوف، 700 ناقة تحمل البر والدقيق والطعام. فقالت عائشة رضوان الله عليها: بارك الله له فيما أعطاه في الدنيا، ولثواب الآخرة أعظم. وقبل أن تبرك النوق كان الخبر قد نقل إلى عبد الرحمن بن عوف، فما إن لامست مقالة أم المؤمنين سمعه حتى طار مسرعا إلى عائشة وقال: أشهدك يا أمه أن هذه العير جميعها بأحمالها وأقتابها وأحلاسها في سبيل الله، كل ذلك بفضل دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن يبارك له في ماله. لكن ذلك المال كله لم يفتن عبد الرحمن بن عوف ولم يغيره، فكان الناس إذا رأوه بين مماليكه لم يفرقوا بينه وبينهم. طوبى لعبد الرحمن بن عوف وألف غبطة، فقد بشره بالجنة الصادق المصدوق محمد بن عبد الله. وحمل جنازته إلى مثواه الأخير خال رسول الله سعد بن أبي وقاص، وصلى عليه ذو النورين عثمان بن عفان، وشيعه أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وهو يقول: اذهب فقد أدركت صفوها وسبقت زيفها يرحمك الله. هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إذا وصلت إلى هذه الدقيقة وأنت تشاهد، اترك لنا أثرك الطيب في التعليقات، ولا تنسى مشاركة الفيديو كي يستفيد منه غيرك. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.